السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام أينما كنتم طابت أوقاتكم. أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأحوال الجوية الخاصة بالمنطقة المغاربية. إذا ولله الحمد تساقطات مطرية وأجواء شتوية ستميز عدة مناطق من المغرب والجزائر وتونس ووصولا إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة. تساقطات مطرية محليا قوية حسب تحديثات النماذج العددية للطقس، وكما يظهر لكم من خلال تحديث للنموذج الأوروبي OCMWF الرسمي والذي يتوقع طقسا ممطرا على جل المناطق الشمالية للمغرب، المناطق الوسطى وصولا إلى سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، بل وصولا حتى إلى شمال مدينة الداخلة والتي قد تستفيد من نزول بعض التساقطات المطرية ضعيفة، وأمطار وتساقطات ثلجية متوقعة وبكثافة فوق مرتفعات الأطلس الكبير ومرتفعات الأطلس المتوسط والهضبة العليا الشرقية ومرتفعات الريف، وبأقل حدة مرتفعات الأطلس المتوسط. وفي هذه النشرة سنتعرف كذلك حتى عن آخر نشرة أصدرتها الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص هذه الحالة. بالنسبة للجزائر الوضع لا يختلف كثيرا، ابتداء من 15 من الشهر الحالي تقلبات جوية ستهم مناطقا عدة، وتحديدا المناطق الجنوبية ستكون كبداية، ثم ستهم بعد ذلك، وذلك ابتداء من أيام 18 و19 من الشهر الحالي تساقطات مطرية هامة على مختلف الولايات الغربية للبلاد، الولايات الوسطى والشرقية والمناطق الجنوبية. أما بالنسبة لتونس أجواء ممطرة ومتقلبة وطقس شتوي من المتوقع أن يميز عدة مناطق خلال الفترة المقبلة، وتحديدا خلال نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بالمناطق الشمالية للبلاد، المناطق الوسطى والجنوبية. ومن المتوقع أن تمتد هذه التأثيرات المطرية على شكل أمطار معتبرة نحو المناطق الغربية لليبيا على شكل تساقطات مهمة على المناطق الشمالية الغربية وصولا حتى للمناطق الداخلية وبعض المناطق الجنوبية الغربية والسواحل الوسطى والشرقية بإذن الله تعالى. بخصوص نظام اليقظة كما قلنا بخصوص الحالة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، حيث أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية في نشرة إنذارية خاصة من مستوى يقظة أصفر تتوقع هبوب رياح قوية ستهم أسفي، أكادير إدوتنان، أوسرة، الصويرة، العيون، بوجدور، طرفاية ووادي الذهب، وتساقطات مطرية معتبرة أحيانا رعدية من مستوى يقظة أصفر كذلك متوقعة بكل من أسافي، الجديدة، اليوسفية، سيدي بن نور وشيشاوة ابتداء من مساء هذا اليوم الجمعة وتتواصل إلى غاية يوم ربما يوم الأحد. وتساقطات مطرية هامة من المتوقع أن تتراوح ما بين 25 و 35 ملم حسب الأرصاد الجوية الوطنية بكل من تزنيث، طرفاية، قلميم، طنطان، سيدي إفني، أقدري، دوتنان، إنزغان، أيتملل، الصويرة، فضلا عن موجة برد من لون أصفر متوقع أن تهم أزلال، إفران، الحوز، بن ملال، بولمان، تنغير، خنفرة، فيجيك، ميدلت، إضافة إلى ورزازات. وتساقطات ثلجية معتبرة متوقعة فوق مرتفعات زاكورا وفيجيج. ومن مستوى يقظة برتقالي تساقطات ثلجية سيتراوح سمكها ما بين 10 و 30 سنتيمترا بابن ملال، إفران، خنفرة، الحوز، ترودانت، أزلال، وما بين 30 و 50 سنتيمترا بكل من بولمان، تنغير، ميدلت وورزازات. وإذا ذهبنا إلى خريطة تراكم الثلوج كما يظهر لكم من خلال هذه الصورة، فإن مرتفعات الأطلس الكبير ومرتفعات الأطلس المتوسط والهضبة العليا الشرقية ومرتفعات الريف ستعرف تساقطات ثلجية مع تركزها بكثافة فوق قمم ومرتفعات الأطلس المتوسط والكبير، وبأقل حدة مرتفعات الأطلس الصغير. بخصوص التساقطات المطرية والأجواء المتقلبة كما يظهر لكم من خلال هذه الصورة متابعينا الكرام، من المتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة ومتقلبة خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تسجل يوم غد السبت 12 من شهر دجنبر تساقطات مطرية محليا قوية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمناطق الجنوبية الشرقية للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية ما بين مدينة طنطا ومدينة شمال مدينة بوجدور، وكذلك السواحل الواجهة المتوسطية ومرتفعات الأطلس المتوسطة. ويوم الأحد
يتوقع أن تتواصل فعالية نزول التساقطات المطرية عموما ضعيفة بالمناطق ومرتفعات الأطلس الكبير وكذلك بالسواحل الوسطى وبعض المناطق شمال الأقاليم الجنوبية وبالمناطق الجنوبية الشرقية وكذلك بالمناطق الجزائرية الغربية والشمالية الغربية للبلاد والسواحل الواجهة المتوسطية بالنسبة للمغرب. ويوم الاثنين هذا المنخفض الجوي سوف يتعمق نحو الصحراء أو جنوب شرق الجزائر نحو أعماق الصحراء، ثم سيثير رطوبة المدارية ليعود ليستفيق من جديد ليؤدي إلى تشكل منخفض أو حالة قطعية قد تؤثر بأمطار مهمة على المناطق الجنوبية الشرقية الجزائر والمناطق الجنوبية الحدودية مع تونس والمناطق الجنوبية لتونس والمناطق الوسطى والشمالية للبلاد بتساقطات مطرية تكون أحيانا مهمة بشكل محلي مع اقتراب منخفض جوي أطلسي من المملكة المغربية وتحديدا من جنوب غرب القارة الأوروبية سوف يدفع بشبهة ممطرة ابتداء من ساعة المساء بتساقطات مطرية مهمة على شمال غرب المملكة المغربية. بالنسبة ليوم الثلاثاء المقبل 16 من شهر دجنبر أجواء متقلبة وممطرة على النصف الشمالي للمملكة المغربية نتيجة لاندفاع منخفض جوي أطلسي سوف يتسبب في هطول أمطار معتبرة على كل المناطق أو لجل المناطق الشمالية تكون محليا هامة على المناطق الوسطى وكذلك وصولا حتى للمناطق أو عند مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والسهول الشمالية وكذلك بعض الزخات الضعيفة التي قد تطال المناطق الشرقية للمملكة. تساقطات مطرية قد تطال الولايات الغربية للجزائر وزخات محلية معتبرة على الولايات الوسطى وأمطارا ستصل تدريجيا نحو غرب ليبيا والمناطق الشمالية الوسطى والجنوبية على شكل زخات مطرية بالنسبة لتونس. بالنسبة ليوم الأربعاء 17 من شهر دجنبر أجواء متقلبة وممطرة ستتواصل على شمال شرق المغرب وكذلك مرتفعات الأطلس وكذلك وعند كل من مرتفعات الأطلس المتوسط والكبير وبعض القطرات التي قد تطال شمال أقاليمنا الجنوبية عند المناطق الساحلية أو شمال الأقاليم الجنوبية خصوصا المناطق الساحلية. وتساقطات المطرية ستطال المناطق الغربية الوسطى وكذلك الولايات الشرقية للجزائر. يوم الخميس أو الخميس 18 ستكون هي البداية الفعلية للحالة الجوية التي ستنطلق تدريجيا بالجزائر وتونس وليبيا كحالة قوية إن شاء الله تعالى مع تعمق لهذا المنخفض الجوي نحو تقريبا نفس المنخفض الجوي الذي أو نفس القطرة الباردة الأولى والتي ستثير من جديد رطوبة مدارية وستتحول إلى حالة قوية. هذا ما لدينا في هذه النشرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أمطار خير على بلادنا سواء بالمملكة المغربية الجزائر تونس وكذلك ليبيا وأن يرحمنا الله بالمزيد من الأمطار لكي على الأقل تنتعش مع حقنة السدود خاصة نحن في المغرب نعيش جفاف لتقريبا 6 سنوات متتالية من الجفاف من ضعف التساقطات المطرية من انخفاض في منسوب أو مستوى السدود والتي نتمنى أن تنتعش أكثر خلال الحالات المنتظرة بحول الله تعالى. كذلك نفس الأمر ينطبق على الجزائر تونس وبصفة عامة المنطقة المغاربية تعاني من نقص كبير في الأمطار خلال السنوات الأخيرة. هذا ما لدينا في هذه النشرة، إلى هنا أشكركم على حسن المشاهدة، إلى اللقاء.